السلام عليكم. لما حد من حضراتكم ينزل يشتري غسالة سواء للبيت عنده أو بيجهز بيها عروسة، بيكون عاوز غسالة تنظيفها للملابس كويس، خامات جيدة عشان تعيش أطول فترة ممكنة، وعاوزين غسالة برضه ما يكونش منها مشاكل أو أعطال. تفتكروا المواصفات دي موجودة أكتر في الغسالة اللي فاتحة من فوق ولا الفاتحة من قدام؟ ده اللي هنعرفه مع بعض لما نشرح الفروقات بينهم، وفي آخر الفيديو هنقول لحضراتكم الاختيار الأنسب هيكون إيه. اول حاجه ملفته للنظر في الغسالات اللي معانا هي فتحه الباب. الغساله الفوق اوتوماتيك فتحه الغساله بتاعتها لما بتكون من فوق بتكون مريحه اكتر لستات البيوت اللي عندهم مشكله في ظهرهم او كبار السن، فبالتالي وانا فارد ظهري بحط الملابس او اطلع الملابس بدون اي مشكله وبدون اي معاناه. بالنسبه للغساله الفاتحه من قدام بضطر ان انا اتني ظهري عشان احط ملابس او اطلع ملابس من الغساله، خصوصا ستات البيوت اللي بتغسل اكتر من مره في اليوم والفترات طويله، فدي بتكون مشكله لهم. اما بالنسبه للعرايس اللي لسه متجوزين اللي سنهم صغير بيكون عندهم مرونه شويه والدنيا بتكون افضل من كده ومش بيعانوا من النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. عدد لفات الموتور بالنسبه للغساله سواء الفتحه من قدام بيتراوح من 800 لفه ل 1600 لفه، وده عدد لفات كبير جدا بيسمح بعصر جيد جدا ونظافه جيده. اما بالنسبه للغساله الفتحه من فوق متوسط بتاع عدد اللفات الار بي ام بتاعها بيكون اقل من 800 لفه، وده عدد لفات بيكون قليل. السخان في الغساله الفتحه من فوق حاليا مفيش اي غساله في مصر في اي ماركه في اي نوع في غساله فيها سخان داخلي، انما بتعتمد على مدخلين في ظهر الغساله او في الغساله من فوق، واحد للبارد وواحد للساخن. بنعمل وصله من السخان بتاع البيت سواء عندنا سخان اولمبيك او تورنيدو او يونيفرسال ايا كان الماركه بتاعته، بنعمل له وصله من السخان لغايه الغساله، دي وصله، والوصله الثانيه للميه البارده، وعلى حسب البرنامج اللي بنظبطه على حسب كميه الميه بتبدا تسحب الميه السخنه، ولازم السخان بتاع البيت يكون فيه ميه سخنه عشان تسحب من الميه دي. طب حد هيرد يقول انا عندي غساله وفيها سخان داخلي. فعلا كان في شركات بتنزل، وهي شركه LG كانت بتنزل غساله فيها سخان داخلي فاتحه من فوق، بس الكلام ده من كام سنه، انما حاليا مفيش اي غساله في مصر فيها سخان داخلي وفتحتها من فوق. اما بالنسبه للغساله الاوتوماتيك اللي هي الفاتحه من قدام، في اي غساله باي مقاس باي شكل لازم هيكون فيها سخان داخلي، بيكون فيها مدخل ميه واحد هندخل لها الميه البارده، وعلى حسب درجه الحراره اللي احنا عاوزينها السخان الداخلي بيسخن الميه السخنه وبيطلع الميه اللي احنا عاوزينها حسب البرنامج اللي احنا ظابطينه. السؤال اللي دايما بيجي لنا من ستات البيوت، نحط كام كيلو ملابس في الغساله؟ يعني لو غساله زي دي 10 كيلو نحط فيها هدوم قد ايه؟ ال 10 كيلو هدوم ولا اقل ولا اكتر؟ دي مثلا 13 كيلو نحط فيها نفس ال 13 كيلو ولا اقل ولا اكتر؟ لازم يا جماعه نعمل حساب الميه اللي بيجي على الهدوم، يعني ال 10 كيلو ما نزيدش عن 5 او 6 كيلو ملابس، علشان لما هيجي عليها ميه هتبقى الحموله بتاعتها ال 10. الغساله الفاتحه من فوق دي ما نزيدش عن 6 او 7 كيلو ملابس، علشان لما هيجي ميه عليها هتوصل لل 13 كيلو وهي الحموله بتاعتها. طب في بعض ستات بيوت او امهاتنا واخدين على طريقه ان هم بيزقوا في الهدوم ويبداوا ان هم يحطوا هدوم كتير، هل الغساله هتقول لا؟ مش هتقول لا، وهتغسل وهتبقى زي الفل، لكن على المدى الطويل هتبدا لها مشاكل تظهر واعطال، واحنا عاوزين نتجنب الموضوع ده ونحافظ على الحاجه بتاعتنا. ممكن حد يسالنا ويقول لنا طيب انا الهدوم اللي هحطها جوه الغساله هبدا اوزنها؟ يعني ازاي اعرف ان ال 10 كيلو احط لها 5 كيلو وال 13 احط لها 7؟ دي حاجه بتنظر مع الوقت. بنبدا مثلا في الغساله دي بعد ما نحط الهدوم يعني ما نزقش الهدوم ولا حاجه، نحط الهدوم بطريقه عاديه جدا ونسيب المقدار ده فاضي فوق الملابس، وده تقريبا كميه الميه اللي هتيجي هي هتبقى نفس المقدار ده، نسيبه فاضي عشان الميه لما تيجي عليه. دي تقريبا نسيب بالنظر كده التلتين هدوم والتلت فاضي، علشان خاطر التلت ده لما هيجي الميه او اقل او اكتر من التلت كمان نسيبه فاضي، علشان الميه لما تيجي هتبدا تبقى الحموله بتاعتها. المسحوق بالنسبه للغساله الفاتحه من فوق بتاخد اي نوع مسحوق سواء مسحوق اوتوماتيك او عادي. الغساله الفاتحه الاماميه لازم يتحط لها مسحوق اوتوماتيك، ولو ما تحطش لها مسحوق اوتوماتيك وتحط مسحوق عادي هتبوظ معانا. طيب انهي غساله في دول بتوفر في ثمن المسحوق اكتر؟
لو فكرنا في الموضوع شويه هنلاقي ان الغساله دي الفوق اوتوماتيك لو حاطين لها مثلا 500 مللي مسحوق، دي هنحط لها 250. فبالتالي الغساله الفاتحه من فوق بتاخد كميه مسحوق اكتر من الغساله الفاتحه الاماميه تقريبا الضعف. ولو جبنا آلة حاسبة وحسبنا دي وحسبنا دي هنلاقي فرق التكلفة ما بين المسحوق ده والمسحوق ده مفيش فرق كبير، وتقريبا التكلفة واحدة. يعني ممكن حد يجي يقول لنا ان دي بتاخد مسحوق عادي فموفرة في المسحوق وبتوفر علينا فلوس كتير. الكلام ده لحد كبير مش صحيح، لان كمية المسحوق اللي هنا اكتر بكتير من كمية المسحوق اللي هنا. طب هل الغسالتين بيكونوا سعر واحد؟ يعني لو جبنا هنا 10 كيلو وجبنا هنا 10 كيلو الثمن واحد؟ لا طبعا، لان الغساله الفاتحه من فوق مفيش فيها سخان، فده بيوفر في ثمن الغساله. عدد لفات الموتور بيكون اقل وده بيوفر في ثمن الغساله. يعني على سبيل المثال دي 13 كيلو ودي 10 كيلو، يعني هنا اكبر 3 كيلو. دي سعرها النهارده في السوق 15000 ودي سعرها النهارده في السوق 27000. شوفوا متخيلين كميه الفرق بين الغسالتين، فرق كبير جدا في السعر بين الاثنين، بالرغم ان دي اكبر في الكيلوهات بتاعتها. الحاجه الاخيره اللي عاوزين نقولها ان الغساله الفاتحه الاماميه هينفع تتحط في تقفيله وهيبقى شكلها ظريف في التقفيله كده، ونقفل عليها في المطبخ وتبقى زي الفل، سواء 7 كيلو 8 كيلو 9 كيلو 10 11 كيلو، كل ده مقاساتها 60، عرض 60 عمق، ارتفاع 85، وهتبقى مواظبه او موافقه للتقفيله. لو جبناها اكتر من 10 او 11 كيلو مش هينفع تتحط في تقفيله الا بمقاسات معينه، ونبدا نغير في المقاسات الطبيعيه بتاعتنا. اما الغساله دي مش هينفع تتحط في تقفيله، هنحطها بره التقفيله بتاعتنا او هتتحط في الحمام او في اي مكان تاني، علشان فتحه الباب بتاعها من فوق ما ينفعش تتحط تحت الرخامه. زي ما وعدناكم في اخر المحتوى بتاعنا هنقول لحضراتكم عن راينا الشخصي، الغساله دي افضل ولا الغساله دي افضل. راينا الشخصي لو انا شخصيا هجيب غساله من بكره هجيب الغساله الفاتحه من قدام. وهضرب لكم مثل بسيط، احنا لو جايبين شاشه تلفزيون اهم حاجه في الشاشه ايه؟ فيها مداخل يو اس بي واتش دي وسمارت وي. اهم حاجه في الشاشه صورتها، اهم حاجه في العربيه سرعتها، اهم حاجه في البوتاجاز النار بتاعته. اهم حاجه في الغساله ايه؟ اهم حاجه في الغساله النظافه. رقم واحد في الغساله نظافه الملابس، مش عدد البرامج ولا المسحوق ولا الكلام ده كله. اللي يعنينا في اي غساله ان هي بتنظف كويس، والنظافه في صالح الغساله الفاتحه الاماميه بتنظف بدرجه كبيره جدا عن الغساله الفاتحه من فوق. مش معنى كلامنا ان الغساله دي ما بتنظفش، الغساله دي موجوده عند ناس كتير في بيوتها وبتنظف وكويسه، لكن لو قارنا درجه النظافه هنا بدرجه النظافه هنا هنلاقي ان درجه النظافه في الغساله الاماميه اكتر بكتير من الغساله الفوق اوتوماتيك. دايما بنشكركم على دعمكم لنا وعلى الرسائل الحلوه اللي بتبعتوها لنا. نتمنى مزيد من الدعم ومزيد من الاشتراك، عاوزين نوصل لعدد كبير جدا في فتره قليله بفضل دعمكم وفضل ان انتم بتشتركوا في القناه بتاعتنا. شكرا وجزاكم الله خير. نتمنى ان احنا نكون ضفنا لكم معلومه جديده. السلام عليكم.